من المنتظر أن يعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم خلال الساعات القليلة المقبلة وبصورة رسمية عن تعيين البلجيكي جورج ليكنز مدربا جديدا للخضر خلفا للسربي ميلوفان رايفاتس. مصادر إعلامية أعلنت أن رئيس الاتحاد محمد روراوة توصل إلى اتفاق مع ليكنز وأن الأمور سيتم تسويتها بصورة رسمية في الساعات المقبلة، حيث من المنتظر أن يصل المدرب البلجيكي إلى الجزائر للاتفاق على بعض التفاصيل والتوقيع على العقد والإعلان الرسمي عن الصفقة. يذكر أن ليكنز سبق له الإشراف على المنتخب الجزائري عام 2003 كما درب منتخبي بلجيكا وتونس. ومتابعة للموضوع ينضم إلينا من الجزائر مراسلنا حسين بوصالح عبر الهاتف. أهلا بك حسين. ضعنا أولا في الصورة، هل نترقب الإعلان الرسمي فعلا عن تعيين جورج ليكنز في الساعات القليلة المقبلة أم أن الأمور لم تحسم بعد؟ بداية صباح الخير للمشاهدي قناة تي في سبورت. أكيد أنه الخبر سوف يتم تسليمه في المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم الذي من المنتظر أن يكون غدا صباحا، وبعدها يتم الإعلان الرسمي عن المدرب جورج ليكنز كمدرب رسمي للمنتخب الجزائري بعد المفاوضات الطويله التي باشرها رئيس الاتحاد الجزائري عقب استقاله المدرب السربي ميلوفان رايفاتس. ربما التوقيت عامل الوقت كان ربما يزعج روراوة الذي تنتظر المنتخب الجزائري مباراه جد مهمه، المباراه في التصفيات المؤهله لكاس العالم في نيجيريا بعد في 12 من شهر نوفمبر، وبالتالي كان عليه حسم المدرب، ولو ان هذا المدرب ربما لم يكن في القائمه التي رشح تدريبه للمنتخب الجزائري. يمكن ان يقول انه المدرب البلجيكي جورج سبق له تدريب المنتخب الجزائري في 2003، يعرف ايضا الكره الافريقيه لانه كان اشرف على المنتخب التونسي في 2013، وربما هذه من بين النقاط التي ركز عليها السيد محمد روراوة في اختيار هذا المدرب الذي ايضا سوف تكون الجزائر معنيه في مواجهه تونس في المجموعه الاولى فيما يتعلق في كاس افريقيا بالجابون. وايضا المهمه الثانيه هي تاهيل المنتخب الجزائري. لعل انه الشروط والعقد لن يتغير بالنسبه للاتحاديه الجزائريه التي سوف تضع نصب اعين التاهيل او تاهل المنتخب الجزائري للمونديال، هذا كاهم نقطه مهمه سوف تكون على عاتق المدرب البلجيكي جورج. وايضا بالنسبه ايضا الى تحقيق ادوار متقدمه في كاس افريقيا بالجابون. يذكر ان هذا المدرب لن يكلف الاتحاديه الجزائريه التي ربما اعلنت انها لن تغامر في استقدام مدرب عالمي وبمبالغ باهظه. لن يتجاوز اجر جورج ليكنز حوالي 25,000 يورو، وبالتالي هو يعني اجره مقبوله الى حد ما، متوسطه مقارنه ببعض الاسماء التي رشحت والتي كان بامكانها ان تتقاضى اجور عاليه. اذا رهان ينتظر المنتخب الجزائري في المباراه كما قلنا امام نيجيريا، ولكن انه كل الانظار سوف تشد الى هذا المدرب والى المباراه المقبله التي في حال فوز المنتخب الجزائري في هذه المباراه ربما تتجدد امال بلوغ نهائيات مونديال روسيا 2018. حسين بوصالح كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. يواصل فريق مولودية بجاية الجزائري تحضيراته لذهاب نهائي كأس الاتحاد الافريقي امام تيبي مازيمبي الكونغولي مساء السبت، وتعهد مدرب ولاعبو المولودية بتقديم مباراة كبيرة تتوج المسيرة الصعبة لهذا الفريق. التفاصيل في تقرير حسين بوصالح. بعدما أنهى مولودية بجاية معسكره التحضيري بتونس بعد أسبوع كامل من التحضير، ها هو يعود إلى الجزائر العاصمة وبالضبط إلى المركز التقني بسيدي موسى الذي سيمكث فيه زملاء فوزيايا إلى غاية عشية مباراة سهرة السبت أمام تيبي مازيمبي الكونغولية. نتمنوا التعب تاعنا والتدريبات اللي قمناها في التربوس في تونس ما يروحش على باطل. اليوم رانا في سيدي موسى باش نحضروا الماتش تاع تيبي مازيمبي.
دونك حنا الهدف تاعنا انا متمنيه ان شاء الله باش نفوزوا بالكاس، وان شاء الله باش نفرحوا للجزائر ان شاء الله يا ربي. مولوديات بتجي عندنا طريقه لعبنا ان شاء الله، عندنا طريقه لعبنا، عندنا اللاعبين، عندنا الفريق اللي يقدر ينافس، اللي يقدر يوقف امام اي فريق. احنا عندنا الامكانيات وعندنا ثقه في النفس وعندنا القلب وعندنا الاراده، وان شاء الله بالمسانده تاع الجزائريين والانصار اللي يكونوا في الملعب ان شاء الله نكونوا على وطن ونقدموا مباراه كبيره ونسجلوا الاهداف، وان شاء الله احنا لوبجيكتيف تاعنا نخموا كيفاش نجيبوا الكاس للجزائر ان شاء الله. الوصول للنهائي كأس الكاف لم يكن سهلا للمولودية بجاية التي مرت بظروف صعبة منذ بداية الموسم، لكن خبرة وتجربة المدرب ناصر سنجاق الذي سبق له التتويج بهذه الكأس عام 2000 مع شبيبة القبائل صنعت الفارق، والذي يريد اليوم إعادة الإنجاز ولو أن المنافس هذه المرة تيبي مازامبي يعد من أقوى الأندية في إفريقيا. Nous, on a rêvé depuis le début d'être en finale, on y est. Maintenant, on va pas s'arrêter là. لم نصل إلى هذا النهائي بمحض الصدفة، وبطبيعة الحال لن نتوقف عنده. سنلعب من أجل الفوز والتتويج. نحن هنا لإسعاد الجماهير وسنقدم مباراة في مستوى فريقنا. هذا النهائي في شوطين، الأول سيكون هنا في الجزائر والثاني هناك في عمق إفريقيا. نحن نعلم أن المباراة هناك لن تكون سهلة، لكن معنويات اللاعبين مرتفعة جدا ومتحمسون بشكل كبير، وأتمنى أن يسعفنا هذا كله في النهائي. مرحلة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية ستبدأ من ملعب مصطفى تشاكار بمدينة الورود البوليدة قبل التنقل إلى مدينة لومومباشي بالكونغو، والأكيد أن نتيجة مباراة الذهاب سوف تكون مهمة في تسيير مرحلة العودة. حسين بوصالح، بي إن سبورتس، الجزائر. نهاية فقرة الرياضة العربية، شكرا على حسن المتابعة وعودة من جديد إلى رضا. شكرا لك أمين. حجز تشابي كوينس البرازيلي مقعده في نصف نهائي كوبا سود أمريكانا أهلا بكم. استهل المنتخب الجزائري تاريخه نحو مونديال روسيا بتعادل مخيب على أرضه مع نظيره الكاميروني بهدف لمثله لحساب مباريات المجموعة الثانية. أقمصة معلقة وآمال جزائرية معلقة أيضا على الفوز. ورود الانتصار حضرت قبل البداية، وبداية رايفات لم يغب فيها التوتر لأن ساعة أول اختباراته حانت. بدأت الدقائق في الدوران، وصلت إلى 7 ووصلت الكرة إلى سوداني. هلال بدأ مكتملا معلنا أول هدف. احترى رايفات من رد فعل الكاميرونيين الذين نقلوا الخطر نحو مبولحي. رايس فككه بيده كعادته، لكنه ولا حتى الدفاع الجزائري تمكن من إيقاف موكانجو ومن معه. إنه التعديل في الدقيقة 24. لجأ بعدها المنتخب الجزائري إلى الحلول الفردية. رياض محرز من وضعيته المفضلة يسدد، والحارس فابريس أوندوا يتصدى، بل أصبح يقظا أمام كل ما أراد رياض محرز القيام به في الشوط الأول. الشوط الثاني كانت بدايته هادئة إلا من اقتناص سليماني لكرة مشتتة، لكن نهايتها استقرت بين يدي الحارس أوندوا. بدا التألق مقسوما بين الحارسين أوندوا ومبولحي الذي منع فانسون أبو بكر من مخادعته، ولا حتى التسديدة القوية الموجهة من قدم جديورا لامست الشباك. حائط الصد أوندوا رفضها لتنتهي المباراة بتعادل عادل. منتخب الكاميرون معروف في أفريقيا مثل الجزائر تماما. رأينا منتخبين كبيرين جيدين اليوم. نحن حاولنا أن نلعب كرة القدم بشكل جيد، والكاميرون كذلك عاد إلى الدفاع ولعب هجمات مرتدة، ولكن في نهاية الأمر 1-1، ولا يزال هناك مباريات ونقاط يمكن أن نحصل عليها، وسنحاول أن نفوز بالمباراة القادمة إن شاء الله. انضم إلينا الآن من ملعب مصطفى تشاكر مراسلنا حسين بوصالح. أهلا بك حسين. الواضح أن عقدة المنتخب الكاميروني لا تزال صامدة، هذا رغم الأداء الجيد الذي قدمه منتخب الجزائر في هذه القمة.
مساء الخير بالجميع. أكيد أن عقدة المنتخب الكاميروني لا تزال قائمة رغم ربما المنتخب الجزائري الذي ظهر بوجه مقبول جدا ومستوى راق في المباريات السابقة، لكن المنتخب الكاميروني اليوم فرض التعادل هدف مقابل هدف على المنتخب الجزائري، وبالتالي ربما رغم أن المنتخب الجزائري كان سباق إلى التهديف من قبل العرب الهلال السوداني في وقت مبكر من الشوط الأول، لكن المدرب المنتخب الكاميروني البلجيكي هوغو بروس أنهى هذا اللقاء وحاول الحسم خلال الشوط الأول عندما